النبي وصى على 7 جار. مثل مصري بسيط بس وراه معنى كبير قوي، لأن الجار مش مجرد بيت جنب بيتك، الجار ده إنسان ربنا حطه في طريقك كل يوم عشان يختبر أخلاقك وامتثالك لأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. أنا أماني السعدني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي بنحكي فيه عن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكنها لو اتعملت بنية صافية تبقى عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورثه. يعني إيه؟ يعني الموضوع مش بسيط، مش ذوق ولا أصول وبس، ده أمر إلهي وسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حق الجار بيظهر في حاجات صغيرة، ما ترفعش صوتك وتزعجه، ما تضايقش أولاده، ما تتكلمش عليه من وراه، لو محتاج مساعدة ما تتأخرش عليه. بس هل كلنا بنعمل كده؟ للأسف لا. بنشوف مثلا واحدة عارفة إن جارتها تعبانة بس ولا سألت فيها بحجة إن كل واحد في حاله، أصلا أنا مالي ومالها. واحد عارف إن جاره في ضيقة، بدل ما يعرض عليه المساعدة ولو من باب الذوق مش أكتر، يقول مش شغلي، لا، وساعات يشمت فيه كمان. وهو القلب يقسى واحدة واحدة وبيضيع بقسوته كل الحاجات الحلوة اللي بنعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني اللي جاره مش حاسس بالأمان معاه إيمانه ناقص. تخيل كم المسؤولية اللي عندك تجاه الشخص اللي انت بتقول عليه مالي وماله وصلت لفين؟ لإيمانك بالله عز وجل. مش مطلوب منك تبقى صاحب الكل ولا تتدخل في خصوصيات حد، ده ما ينفعش أصلا، بس مطلوب منك على الأقل تبقى أمان لجيرانك وتقف معاهم وقت المحنة. ده احنا حتى بنقول الناس لبعضيها، وجارك مع العشرة بيبقى أقرب لك من أهلك، وممكن يبقى الصاحب الأمين على سرك وسندك وقت الحاجة. احنا كبار كفاية إننا نعرف إن الصاحب مش بس ضحك وخروجات، الصاحب اللي بيقف جنبك وانت مش في أحسن حالاتك، اللي ينصحك مش يفضحك، واللي يشيلك وقت الضيقة مش اللي يستنزفك بمشاكله وبس. بلاش الكلام اللي من نوعية أنا عايشة لنفسي، لأن ما حدش بيعيش لوحده، إحنا بشر بنحتاج بعض، والدين جه ينظم الاحتياج مش يلغيه. إنك تكون جار كويس وصاحب سوي دي فضيلة جميلة جدا، بس لما تعملها بنية إنك ترضي ربنا هتبقى عبادة تاخد عليها ثواب ملهوش أول من آخر. افتكر دايما إن حق الجار مش ماديات، وبرضه مش شرط يكون نصايح وحلول. جارك إنسان، يمكن كل اللي محتاجه حد يحس بيه، يسأل عليه من وقت للتاني، وده عند ربنا أجره كبير قوي. افتكر كلام الناس الكبيرة اللي لسه عايشين بخير زمان وأصولنا اللي تربينا عليها. افتكر جملة النبي وصى على 7 جار. في الحلقة الجاية من عادة وعبادة هنقفل الدايرة كلها ونرجع للأصل، للأساس اللي لو صلح صلحت كل العادات والعبادات.